يسيرون ويركضون ولكن إلى غير اتجاه، يريدون ويقصدون ولكن إلى غير وجه، لا بيوت تنجيهم ولا أبراج تأويهم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أوذي في سبيل ربه وقيل عنه ساحر ومجنون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم يبعثون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد أيها المسلمون، تموج الأرض بالكوارث والمتغيرات، ويتفاجأ البشر بالغير والمثلات. آيات ونذر من رب العالمين نراها حينا بعد حين، حروب ومجاعات وحوادث في البر والبحر والجو، زلازل وبراكين وعواصف وأعاصير، وغبار يخنق البشر ويشل حركتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ومن الظواهر الكونية عباد الله التي تستحق أن نقف معها وقفة تأمل وادكار، والتي تهز الأرض حينا بعد حين، هي ظاهرة الزلزال. يا أهل الإيمان، من رحمة الله عز وجل بعباده أن يرسل إليهم من حين إلى آخر بعض الآيات الدالة على عظمته وربوبيته، ليثوب الناس إلى ربهم بعد طول فتور، وليخافه المذنبون بعد غفلة وغرور، وليقلع أهل الشر والفساد عن الآثام والشرور. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. من لي بإنسان يعي الدرس الذي باحت به الأرض وما أوحى لها. أرسلت فكري في الحياة لأنني أيقنت أن زوالها أدنى لها، وبكيت في سري وعلني دما، ورأيت في هذا البكاء سلوى لها. وعجبت من حال امرئ لا يرعوي إلا إذا ما زلزلت زلزالها. إن ظاهرة الزلزال إخوة الإيمان لهي أعظم آية كونية ترتج لها النفوس وتنخلع لها القلوب. إنه منظر الأرض وهي تتصدع، إنه منظر الأرض وهي تنشق وتتغير. فما هي بالأرض التي عهدها الناس وقروا فيها؟ وما هي بالأرض التي استأنسوها؟ فما هي بالأرض التي قال الله عز وجل عنها: والله جعل لكم الأرض بساطا؟ وما هي بالأرض التي وصفها الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام؟
وما هي بالأرض التي قيل فيها ألم نجعل الأرض مهادا. هذه الأرض التي جعلها الله قرارا في مثل طرفة العين وانتباهتها يغير الله حالها من حال إلى حال. فبينما الناس في دنياهم غافلون أو في لهوهم ساذرون إذ أذن الله عز وجل لجند من جنده أن يتحرك. أذن الله عز وجل للأرض الصلبة الساكنة أن تضطرب، فإذا السقوف تجثو، وإذا البنايات تتمايل، وإذا الحيطان تتشقق، ذهلت العقول وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. خرج الناس كما رأيتم وسمعتم عباد الله مع رجفة الزلزلة مكلومين مشدوهين نازحين، يسيرون ويركضون ولكن إلى غير اتجاه، يريدون ويقصدون ولكن إلى غير وجه، لا بيوت تنجيهم ولا أبراج تأويهم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فيا لله كم نحن ضعفاء أمام قدرة الله، فيا لله كم نحن ضعفاء عباد الله. لا نقوى سوى أن نقول دوما اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء. لا نملك إلا أن نقول دوما اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. فكم هو مؤسف والله عباد الله أن يحصل زلزال ونحن في غفلة ساهون وفي ملذاتنا غارقون. كم هو مؤسف عباد الله أن يحصل زلزال ونحن في ترفنا وترفيه أنفسنا منشغلون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم عباد الله، فكم في آية الزلزلة من عبرة وعظة نحن عنها غافلون، وكم في ظاهرة الزلازل من رسائل لبني البشر تخاطبهم بلسان الحال للمقال. أولى تلك الرسائل أيها الأحباب تقول: ما أعظم قدرة الخالق سبحانه، ما أعظم قدرة الخالق سبحانه وما أشد بطشه. تعالت عظمته وجلت قدرته سبحانه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. فلا راد لقضائه المكروه ولا محيد عن أمره النافذ. سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. خرت لعظمة الله الجبال الراسيات، وتشققت من خشية الله الصخور القاسيات. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أجلك وألطفك. سبحانك اللهم أنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأنصر من ابتغيه، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الخلق خلقك والعبد عبدك، السماء سماؤك والأرض أرضك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك ربنا ما ألطفك. سبحانك ربنا لو أردت بهذه الزلزلة أن تهلكنا جميعا فلا راد لقضائك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما آن لنا أن نعود إلى ربنا، أما آن لنا أن نرجع إلى إلهنا. فكم نحن بحاجة عباد الله
إلى أن نراجع أنفسنا وتعظيمنا لمقام ربنا وإجلالنا له وخضوعنا له مع هذه التغيرات المهولة. كم نحن بحاجة إلى أن نستشعر عظمة الله وقد أمطرنا بالشهوات والتفت حولنا الشبهات وتعلقنا بالماديات وتنافسنا في المظهريات. فكم نحن بحاجة عباد الله إلى أن نعود ونرجع إلى الله، إلى هذا الإله القوي، إلى هذا الرب العظيم. نعم عباد الله، ومن رسائل الزلزال إخوة الإيمان أنها يوم ترجف رجفتها كأنما تخاطب أهل الأرض بعجز المخلوق وضعفه وفقره وقلة حيلته، وأن المخلوق مهما تجبر وبغى ومهما تكبر وطغى ومهما أوتي من قوة وتقدم فليس بمعجز في الأرض، ويبقى هذا الإنسان مهما بلغ وكان يبقى فقيرا ذليلا ضعيفا أمام قدرة الجبار. يبقى هذا الإنسان وإن اكتشف الذرة وإن صعد الطائرات وصنع الصواريخ العابرة للقارات ورصد أماكن الزلازل ودرجاتها، يبقى ضعيفا حائرا أمام هذا الجندي الإلهي. فلا قوة عسكرية ولا ترسانة حربية ولا أجهزة تقدمية تقلل من حجم هذه الخسائر المادية، فضلا أن تدفعها أو تؤخرها. ورسالة أخرى تعظنا بها هذه الزلازل، فما نراه اليوم عباد الله من دمار مهول ومشاهد مفجعة وهزات مخيفة ما هو إلا جزء يسير ومشهد قصير من زلزال يوم عظيم. إذا كان أهل الأرض فجعتهم قبل أيام حركة قليلة وهزات يسيرة في ثوان معدودة وفي بقعة محدودة حتى أخرجتهم إلى الشوارع، أخرجت سكان 4 دول وشعوب إلى الشوارع خائفين وجلين. فكيف بنا يا أهل الإيمان؟ فكيف بنا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا؟ كيف حالنا إذا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة؟ كيف بنا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة؟ كيف بيوم إذا زلزلت الأرض زلزالها اهتزت الأرض من ذنب سرى فيها فارتج نائمها وارتاع صاحيها والهز قدر ثوان قض مضجعنا؟ فكيف بالهزة الكبرى توافيها؟ إنه زلزال الآخرة، زلزال لا موت فيه ولكن فيه الخوف الحقيقي. هل قرأتم؟ هل سمعتم؟ هل مررتم بقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ بالله من منا لم يتذكر هذه الآيات عندما اهتزت وارتجت تحتنا الأرض؟ فما لنا عباد الله لا نتذكر زلزال الآخرة، زلزال يتمنى الكثيرون لو أنهم بادوا قبله ولم يخلقوا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ألا نعمل لهذا اليوم؟ هذه رسالة من الله عز وجل لتذكرنا بزلزال الآخرة، زلزال قال عنه الله العظيم بأنه عظيم، زلزال تذهل من هوله وشدته المراضع، زلزال تضع منه الحوامل وتشيب الولدان، زلزال لا يمكن أن يعبر عنه اللسان أو يصوره البنان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن منا بعد الزلزال رجع إلى بيته وأخرج تفسيرا لهذه الآيات ثم قرأ ما يكون في يوم القيامة؟ من منا فعل ذلك عباد الله؟ إنما يرسل الله الزلزال ليذكرنا بزلزال الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خشعت له القلوب وخضعت، ودانت له النفوس ورقت، وعنت له الوجوه وذلت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه، شهادة من يخاف ربه ويتقيه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة سنوات الزلازل. فحق إخوة الإيمان، حق على من عقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار وسمع وشاهد مثل هذه الزلازل أن يسعى للآخرة حق سعيها، وأن يسابق عمره بالعمل الصالح ليقربه عند ربه زلفى. نعم عباد الله، ولكن ما بال أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مسلمون منا وفينا، قلوبهم لا تخشع وإلى الله لا ترجع. ما بالهم يضحكون وقت الزلازل ويسخرون؟ ما بالهم يعلقون بكلام ساخر ويستهزئون؟ ألا يخافون؟ كلا بل لا يخافون. فهذا نبي الله وحبيب الله وأخشى الناس وأتقاهم لله، يفزع عند الكسوف ويخرج إلى مسجده يجر رداء، بل درع زوجته يظن أن معه رداءه من شدة فزعه وخوفه ورهبته. ثم صلى بهم النبي الأكرم صلاة غير معهودة لهم، صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجودان، ثم خطب الناس وحذر أمته فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا ماذا قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله، يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما لنا عباد الله بعد الزلزال بثواني، فما لنا عند آيات الله ونذره نضحك ولا نبالي. إلى الله المشتكى والله المستعان. ما هكذا كان والله حال سلفنا الصالح. اهتزت الأرض في عهد عمر رضي الله عن عمر حتى شعر بها الناس، فقال: يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. هكذا كان يخافون
نعم عباد الله، ولما رجفت الأرض بالكوفة زمن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس إن الله تعالى يستعتبكم فأعتبوه، أي فاقبلوا عتبه، توبوا إليه قبل أن لا يبالي في أي واد هلكتم. نعم عباد الله، فشتان ما بيننا وبينهم عباد الله. وإن مما يؤسف له أيضا عباد الله أن مع كل كارثة نراها ونتابع أحداثها نرى أن الصوت الأعلى هو التحليل المادي. قالوا الأعاصير هي بسبب تيار هوائي، والغبار هو بسبب منخفض جوي، والطوفان سببه زيادة منسوب الماء، والزلزال بسبب تشقق وتكسر في قشرة الأرض. كل ظاهرة، كل كارثة تفسر هذا التفسير، فأين مدبرها؟ أما سألنا أنفسنا أين مصرفها؟ أين خالقها؟ أين القهار موجدها؟ أين قول العظيم؟ أين قول الجبار؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم عباد الله، تذكر أخبار الزلزال وصورته وآثاره التي تنخلع لها القلوب وتندهش في الفضائيات والإذاعات. ثم ماذا نحن فاعلون؟ هل تبنا إلى الله؟ هل رجعنا إلى الله؟ الجواب يحكيه لنا الواقع إخوة الإيمان. ترى الفجور والمجون في كل مكان، ومن قبل ذلك وما زال أعلن الربا، وشربت الخمور، وأدمنت المخدرات، وكثر أكل الحرام، وتنوعت الحيل في البيع والشراء، وارتفعت أصوات المعازف والغناء، وعلقت صور الساقطين من المغنيين واللاعبين والتافهين. فأي إعراض وغفلة أشد من هذا الرقاد؟ ثم يأتي ناقص عقل بعد ذلك ويقول: كيف حدث الزلزال؟ وقد يقول القائل: أنهلك وفينا الصالحون؟ اسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث: ما من قوم، اسمعوا لهذا الحديث حتى تعلموا كم هو لطف الله عز وجل بنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. هل أمنا على أنفسنا عباد الله؟ إذن تآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. أليس زمن هذا هو هذا الزمان؟ فالله المستعان. فيا أيها الذين آمنوا، استدفعوا البلاء بكثرة الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واتقوا كوارث الدهر بالصلاح والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القوم بظلم وأهلها مصلحون. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعظ بالمثلات، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا. اللهم واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وأمنا في دورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا الزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن منها وما ظهر. اللهم عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.